السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل حبايبي وحشتوني جدا جدا جدا. يا رب كلكم تكونوا بخير وصحة وسلامة وسعادة ان شاء الله. بص يا حبايبي، انا النهاردة بقى ضربت في دماغي اعمل طاجن عكاوي بصراحة. يعني بصوا انتوا شكله عامل ازاي، جميلة جدا. وفي ناس كتير بتقول ان هي يعني مثلا ما فيهاش لحم او كده، لا بالعكس والله هي فيها لحم، وكمان شوربتها مش قادرة اقول لكم تحفة تحفة تحفة. بصوا، هي دي العكاوي بعد انا ما دخلتها الفرن. تمام كده، شايفين الطاجن ده طاجن بسله اهو يا حبيباتي. دي العكاوي بقى. عملت ايه بقى؟ عملت فته. تمام كده يا حبايبي. قطعت العيش طبعا قطع صغننه جدا، ورحت معلقه سمنه بلدي كده، وشوحت العيش، ويعني شويه شوربه صغيرين. وبعدين الرز اللي انا عملته حطيته كله بقى بعد كده في الطاجن، وحطيت عليه حطيت العيش، وبعد كده حطيت الرز. وزي ما انتم شايفين كده عملت له صلصه، علشان الوش يبقى جميل كده، وطشه جميله جدا بالثوم والخل والطماطم تحفه. وطلعت طبعا العكاوي من الطاجن، البسله، وحطيتها لكم هنا كده عشان شكلها جامد. عملت طبعا ملوخيه ناشفه بحبها جدا، جميله قوي قوي. وده الشوربه بتاعه العكاوي، خطيره اقسم بالله. يعني اجمد كمان من شوربه الكوارع، وطعمها ونفسها خطير. دي ملوخيه ناشفه. وده طبق الليمون. ده انا عاملاه في البيت عندنا، يعني مش شارينه جاهز من بره. شكله هو كمان بصراحة يفتح النفس يعني. الملوخية الناشفة دي بقى يا جماعة يعني مسكرة جدا. ملوخية جاية من الصعيد، من عند أختي وحبيبتي، ربنا يبارك لنا فيها يا رب. ملوخية صعيدي جامدة حلوة قوي. مسكرة أصلا من قبل ما أحط لها طشة، من قبل أنا مجرد ما أحطها في الشوربة. أنا طبعا بعمل لها بدق توم وقرن فلفل، وادقهم كويس، وبعد كده بحمرهم في معلقة زبدة. وبعد كده طماطمايه صغنطوطه قوي ببشرها في المبشره واحطها على الحاجات دي. وبعد كده طبعا بتتشوح شويه صغيرين كده، الطماطم مع الفلفل مع الثوم، وبروح نازله بقى عليها بالشوربه. طبعا الشوربه بعد الشوربه ما بتغلي بحط طبعا في مقدار، انتي بتظبطي ايدك انتي طبعا، علشان ولا تطلع خفيفه ولا تطلع تقيله. و وبعد كده طبعا بكون محضره يعني نص. انا باخد الثوم والفلفل، باخد منهم معلقه صغيره كده بركنهم على جنب. بعد كده بحط عليهم معلقه كزبره ناشفه واحمرهم، واروح عاملاهم طشه الملوخيه. بجد نفسها وشكلها يشهي. هنا بقى الطبق الطاجن الفتة ماشي بالعكاوي. عكاوي جميلة جدا. بصوا يا جماعة شكلها بسم الله ما شاء الله، زبدة والله العظيم. يعني هي خدت سوا شوية صغيرين، مش هقول لكم لا. اخدت سوا، قعدت لها مثلا ساعة الا ربع كده على البوتاجاز، وبعد كده ربنا كرمنا واستوت. بعد كده طبعا اللي عايزة تحطها في بامية تحطها، في بطاطس تحطها، في قلقاس تحط، زي ما انت عايزة. يعني زي ما انت عايزه تحطي العكاوي دي في اي حاجه وتدخليها فرن البوتاجاز بتاخد وش براحتك خالص يعني. دي حريه شخصيه. بتطلعيها بقى عايزه تعملي فته وتحطيها كده على الوش بعد ما بتاخد الوش في الفرن، بيبقى برضو طعمها وشكلها وريحتها جميله بامانه يعني. طبعا البسله لما بتدخل الفرن يا جماعه بيبقى شكلها وطعمها ونفسها ريحتها حلوه جدا لما بتدخلها الفرن. بعد ما بتسويها بنحطها في الطاجن وندخلها بقى الفرن، بتبقى بصراحة جميلة جدا. وده بقى كان التفكير بتاع النهاردة، واتضرب في دماغي كده اعمل حاجة زي كده. وانا لما بتضرب حاجة في دماغي اجرك الله. بس الحاجة بتبقى حلوة يعني مش وحشة. بعملها بفضل وراها لما اعملها بصراحة، يعني مش عارفة ايه الدماغ دي. بس ما شاء الله والله. يعني انا مش عارفه اقول لكم ايه. يا ريت يا ريت يا ريت كل الناس الجميله اللي بيتابعوني اللي انا بحبهم جدا والله، في مصر، في السعوديه، في كل البلاد الجميله اللي بتتابعني وبتشاهدني، انا بحبكم والله العظيم، بحبكم جدا. واتمنى تفضلوا معايا كده طول العمر. وده يا حبايب قلبي كان الفيديو بتاع النهارده. يا رب يا رب يا رب يعجبكم وينول اعجابكم.
وما تنسوش بالله 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 عليكم ما تنسوا اللايك للفيديو، واللي ما اشتركش يتفضل ينورني في القناة ويشترك معانا، وهيشوف حاجات جميلة جدا والله، واكلات حلوة ومعلومات حلوة برضو، بنقول يعني في حاجات كده بنعرفها برضو بنطلع نقولها عشان كلنا نستفيد من بعضينا يعني. وبكده يا حبايب قلبي يكون الفيديو بتاع النهاردة يعني خلاص خلص تمام. الحاجات الجميلة الصغننة دي، الطقم الصغير ده. ماشي يا حبيباتي، واشوفكم على خير وكل خير وصحة وسلامة وسعادة كلكم يا رب، البعيد والقريب. بحبكم كلكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.